السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده جايبه لكم بديل هايل جدا للكبده البلدي بطريقه بصوا بقى هتخلي طعم وريحه الكبده حرفيا كاننا واقفين قدام عربيه كبده وبناكل منها. باذن الله جربوا الطريقه وتعجبكم. تعالوا بقى نشوف الطريقه، بس متنسوش بقى لايك حلو زيكم كمان الاشتراك. اول حاجه بقى معايا كده شويه من الزيت، معايا كمان قطع من الدهن. هبدا بقى كده اقلب بقى كده الزيت مع الدهن عشان بس كده الدهن بقى كده ينزل الطعم الحلو بتاعه. وبعد كده هنزل بقى بالقوانص. بالنسبه لوزن الكبد القوانص دول كده نص كيلو. تمام، هنزل بقى في البدايه كده بالقوانص وهقلب كويس جدا لحد بقى كده ما القوانص بتاعتي تاخد كده نص سوا. بالنسبه للكبد القوانص انا لما بجيبهم بنقعهم في شويه ميه صغيرين، معلقه كبيره من الملح وعصير نص ليمونه، وبسيبهم يتنقعوا لمده نص ساعه. وبعد كده طبعا بشطفهم بالميه، وبعد كده بتبقى ريحتهم زي الفل. تمام. طب بعد ما عملت القوانص بتاعتي اخدت بقى كده نص سوا، هنزل طبعا بالكبد وهقلب برضو يعني حوالي كده بس تقلبتين. وبعد كده هبدأ بقى انزل بالدقة. دي عبارة عن معلقة كبيرة من الثوم المفروم، وكمان نص معلقة صغيرة من الكزبرة، ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، وكمان ربع فنجان من الخل، يعني فنجان القهوة الصغير بحط ربعه، وكمان عصير نص ليمون. بص عايزه اقول لكم بقى ان الدقه دي فعلا بتنقل طعم الكبده لحته تانية خالص، يعني هي دي اللي بتقلب فعلا طعم هتقلب لنا طعم الكبد القوانص كاننا بالظبط واقفين بقى كده قدام عربيه كبده وبناكل منها. طيب بعد ما نزلت كده بالبصل وقلبت، والبصل اخد معايا بقى كده تتبيله، هبدأ بعد كده انزل بيه الفلفل. دول عبارة عن 4 حبات من الفلفل الرومي، وكمان قرنين فلفل حامي. طبعا تقدر طبعا تخلي قرن واحد او تستبعديه خالص لو مش حابه، بس صراحة الكبد او الكبدة والقوانص لما بيكونوا حراقين بيكون طعمهم حلو. هبدأ بقى اقلب كده. انا بس دقت الطعم، لقيت بس ان هو محتاج كده حوالي ربع معلقة صغيرة من الملح وربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر. هبدأ بعد كده ان انا اغطيها، ولو حسيتي ان هي ناشفة تقدر تضيفي لها شوية صغيرين من المية. تمام. انا سبتها كده يعني غطيتها وسبتها كده حوالي 10 دقايق كانت استوت معايا. طيب بعد كده اخر اضافة عندي هنا حبتين من الطماطم، نزعت منهم البذر وكمان المية. ادي كده اللحم بس بتاع الطماطم، يا دوبك بس هقلبهم بس تقلبتين كده مع بقية المكونات وهقفل النار. تعالوا بقى كده نحضر الطحينة، الطبق الجانبي اللي منقدرش نستغنى عنه جنب الكبدة. نص كوباية من الطحينة، ربع معلقة صغيرة من الملح، وكمان ربع معلقة صغيرة من الكزبرة. تقدري كمان تضيفي ربع معلقة صغيرة من الكمون وربع معلقة صغيرة من الشطة. انا بس محطتش شطة المرة دي ان الكبد بتاعتي مش هتشطه. تمام. كمان ربع كوباية من المية بنزل بيها تدريجيا، وربع كوباية من الخل بنزل بيها برضو تدريجيا حسب ما بتحتاج الطحينة. تعالوا بقى كده نحضر السندوتشات. طبعا تقدري ما تستخدمي بقى فينو او تستخدمي عيش، طبعا براحتك. زي ما قلت لكم بجد طريقه النهارده تستاهل التجربه. يعني عايزه اقول لكم بعد فيديو النهارده باذن الله اولادك مش هيشتروا تاني كبده من بره، دايما هيطلبوها منك ويقولوا لك يا ماما اعملها لنا في البيت. اتمنى طبعا تكون عجبتكم. كنتم مش والله حلو زيكم كمان اشتراك ومشاركة عشان الكل يستفاد. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله.